السلام عليكم. تعالوا كده إن شاء الله النهاردة نعرض لحضراتكم مجموعة من الحمام للبيع. المجموعة كلها بإذن الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن، فيها مجموعة متنوعة من أنواع حمام مختلفة. وبإذن الرحمن أول حاجة معانا شبابات من الحمام اللاحم وشبابات من الحمام الكنج. شبابات يا جماعة فكين ريش، فيه فاكك 3 وفيه فاكك 4. ربنا يبارك ان شاء الله لصاحب النصيب زي ما حضراتكم شايفين. ما شاء الله اللهم بارك. الحمام صحته كويسة، احجامه كويسة، في زغاليل معتمدة على نفسها وهتشوفوها ان شاء الله دلوقتي. بس طبعا انا حبيت ابدأ بالشبابات للناس اللي حابة تعمل مشاريع او تعمل او يكون عندها انواع حمام انتاج كويس وزغلول كويس بإذن الرحمن للأكل. الناس تتفرج على الحمام براحتها، واللي يعجبه حاجة بإذن الرحمن يتفضل يتواصل معايا. المجموعة بأمانة كلها فوق الممتازة. حمام لاحم فرنسي بيور مش خليط، الحمد لله فضل الرحمن. الناس اللي أخدت مني تعرف المعلومة ديت. الموجود عندي بإذن الرحمن حمام لاحم فرنسي بيور، تأكيل أهالي بنسبة 100%، مفيش أي تدخل يدعو مني نهائي. عاوزة اقول لحضراتكم ان انا ما شاء الله اللهم بارك، يعني اكتر حاجة بعملها بامانة ان انا بخلي الاهالي تاكل الزغاليل، وبشجع الاهالي على انهم ياكلوا الزغاليل اكتر فترة ممكنة. ما بشيلش الاهالي من مع الزغاليل غير لما خلاص الاهالي فعلا بتتركهم، لكن بحاول ان انا طول ما الاهالي ينفع تأكل الزغاليل بسيب الأهالي تأكل الزغاليل. وطبعا بحاول بكل جهدي إن أنا كل ما الزغلول قاعد مع أبوه وأمه كل ما كان طبعا صحة الزغلول بتكون أحسن وبتكون صحته كويسة في كل حاجة. دول شبابات هم من الحمام اللاحم الفرنسي البيور ما شاء الله اللهم بارك. طبعا فيه الزغاليل كل جوز بيطلع بحطهم في مكان معين بيكون كل عش مع بعضه. زي ما حضراتكم شايفين ان شاء الله متاح يعني ان شاء الله مجموعة من الحمام، موجود الشبابات وموجود الزغاليل المعتمدة على نفسها. وطبعا لما بقول زغاليل معتمدة على نفسها بتكون زغاليل ان شاء الله، وهتبان لحضراتكم برضو دلوقتي، بتكون زغاليل معتمدة اعتماد كامل. لان في بعض الناس بتفكر ان هي زغاليل للذبيح، لا مش بتكون زغاليل للذبيح، اللي بتكون محتاجة تكون طبعا زغاليل تنفع للتربية مش للذبيح. ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يبارك ان شاء الله لصاحب النصيب. لاحم فرنسي بيور للناس اللي بتدور على الأصول الطيبة أو أنواع من الحمام تكون كويسة. ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يبارك ان شاء الله لصاحب النصيب. باذن الرحمن متاح شحن لاي مكان باذن الرحمن. اما بالنسبه لاهالينا في الصعيد يا جماعه، اي حد من الصعيد محتاج ياخد مني حمام عادي جدا جدا باذن الرحمن متاح شحن. بس حضرتك تكون عارف حد من القاهره ياخدوا مني من عبود، وانا يعني ياخدوا من عبود وبعد كده يبدأ يشحنوا للصعيد. لكن من عندي للصعيد مباشر مفيش. وبخاف بصراحة أدي لأي حد، لازم حضرتك تكون عارف حد في القاهرة وفي عبود ويستلم مني الحمام من عبود ويشحنه لحضرتك. بس طبعا حد يكون حضرتك واثق فيه. اما لبعض الناس اللي بتدخل تكلمني وتقولي مثلا ابعتيلي الحمام وابعتلك الفلوس، انا ما بطلعش فرد حمام عندي من المكان غير لما باخد المبلغ كامل، وبعد كده بتفق مع حضرتك على ايام معينة للشحن، وان شاء الله بيوصل الحمام لحضرتك باذن الرحمن. مجموعة من الحمام ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يبارك لصاحب النصيب. التصوير موضح كل حاجة زي ما حضراتكم شايفين اهو. الحمام حاجة فوق الممتازة. حمام لاحم فرنسي بيور، فيه شبابات على وش الشغل، فيه زغاليل معتمدة على نفسها،
في لسه بادئين مرحلة الشبابات، يعني متاح ان شاء الله كل حاجة اللي حضراتكم شايفينها دولت دي زغاليل معتمدة على نفسها. في شبابات كبير، في لسه بادئ مرحلة الشباب، دي في زغاليل معتمدة على نفسها بإذن الرحمن. ان شاء الله ربنا يبارك لصاحب النصيب. وزي ما حضراتكم شايفين، لما بقول زغاليل معتمدة على نفسها يعني كل حاجة بتعملها بنفسها، مش بتكون محتاجة مساعدة من أي حد، بتاكل لوحدها، بتشرب لوحدها. كل حاجة بيبقى اعتماد الزغلول على نفسه، وطبعا ده المطلوب لأي حد محتاج إن هو يربي. طبعا أنا بحط في نفس السلاكة، حطيت شفتوا الشبابات الكبيرة أول حاجة على الأرض، وبعد كده حطيت الشبابات اللي لسه بادئين يفكوا ريش، وبعد كده حطيت الزغاليل. تصوير كله في نفس المكان عشان الناس تكون واخدة بالها من الحمام. وما شاء الله اللهم بارك، الحمام كله أحجامه كويسة، صحته كويسة، مفيش فيه أي مشاكل بإذن الرحمن. اللي محتاج أي حاجة يتواصل معايا، وبإذن الرحمن موجود بإذن الله. فربنا يبارك لصاحب النصيب بإذن الرحمن. أما الناس اللي بتسألني انت ليه بتبقى عاملة علامات في قلب الحمام كده، بكون عاملة علامات عشان أكون عارفة بس إن دول كل جوز دول إخوات، عشان يبقوا باينين وواضحين بإذن الرحمن.